السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افيدك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق اب ايزي ماني. التطبيق ده مساحته 88 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده خاص بالخدمات المصرفية في دولة استراليا. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تفتح حساب وتعمل كل خدماتك المصرفية. عايز تحول فلوس، عايز تشيل فلوس على جنب علشان عايز عندك هدف بعيد وهدف قريب. الهدف البعيد مثلا ان انت عايز تشتري بيت، الهدف القريب مثلا ان انت عايز تشتري سيارة او تشتري حاجة بسيطة. فبتكون عامل زي ميزانية في التطبيق ده، وبتقدر ان انت تشيل عليها فلوسك. تقدر انت مثلا توفر كل شهر مبلغ من مالك، بتبقى حاطط على التطبيق ده المبلغ. مبلغ كبير مثلا ان انت هتشيله، حاطه في الحاجة الكبيرة اللي انت تشتريها. مثلا بتحوش في الشهر مثلا 1000 دولار او 1000 جنيه استرليني او 1000 يورو او ايا كان الفلوس اللي انت بتشيلها. بتحط مثلا نصهم 500 دولار للبيت اللي انا عايز اشتريه. ومثلا احط 100 دولار للعربية اللي انا عايز اشتريها. ومثلا عايز احط 100 دولار تانية مثلا عشان عايز اشتري هدوم مثلا في فصل الصيف او في فصل الشتاء. عايز احوش مبلغ. يعني كل اهداف اللي انت عندك بتبقى عايز تحققها، بتقدر ان انت تنظمها وتحطها في التطبيق. وتقدر ان انت تشيلها مثلا مبلغ كل شهر، على اساس ان انت ايه، تحاول ان انت توصل لاهدافك او تحاول ان انت تحقق اهدافك. هو طبعا طريقة كويسة بالنسبة للحفاظ على الأموال، وبالنسبة إن أنت تشوف ناقص قد إيه على المبلغ الكبير اللي أنت عايز تحوشه وناقص قد إيه على المبلغ الصغير اللي أنت عايز تحوشه. تبقى عارف أنت وصلت لفين وناقص لك قد إيه وباقي لك قد إيه، وبدأت من إمتى والكلام ده كله. وتقدر إن أنت تعمل خطة مستقبلية ليك، خطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح لتطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.